لا ده مش اسلوب انك تعودني ان الضربات الحره المباشره تبقى ضربات جزاء. ده مش اسلوب ابدا من لاعبين النادي الاهلي. واهلا بيكم النهارده في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن مباراه الاهلي والمصري البورسعيدي، المباراه اللي انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح النادي الاهلي. هدفين احرز الهدف الاول فيهم يحيى عطيه الله من ضربه حره مباشره. للمباراه الثانيه على التوالي الاهلي بيسجل من ضربات حره مباشره. يا جماعه انا مش مصدقه، احنا ما كناش عايشين قبل اسامه ابو علي ويحيى عطيه الله. يعني انا بصراحه بالنسبه لي الضربات المباشره دي انا مش فاكره كانت على مدار مثلا السنين اللي فاتت. معلول جاب واحده خبطت في قدام المحله، خبطت في حائط الصد. احنا ما كناش بنجيب الحاجات دي بقالنا كتير جدا. مبسوطه جدا ان النادي الاهلي بقى بيشكل منها خطوره وبيهدد المنافسين. ولكن حد يقول لي يا تقى ايه متعتك في كره القدم؟ ان الاهلي يكسب مباراه هقول لك لا، ان الاهلي يكسب بطوله هقول لك لا. هتقولي امال ايه؟ هقول لك ان الاهلي يكسب مباراه فيها لغط على التحكيم، واشوف جمهور الزمالك وهو بيتكلم ان الاهلي نادي الدوله، واللي هو شوفوا اكبر قلعه رياضيه في مصر خدت 14 دوري وسط هذا الفساد والتدليس. انا ده عيش يا جماعه بصراحه، لان كل مره نفس السيناريو بنفس الكلام. وفي النهايه يعني ايطاليا الزمالكاوي مثلا منزله لك البوست زي ده جايبه فيه لقطه فخر الدين بن يوسف ولقطه ماتش مباراه الزمالك، وبتقول لك يعني ايه الدوري المصري؟ يعني الكل يعيش الوهم وان النادي الاهلي ياخد الدوري. والله ده يعني ايه الدوري المصري؟ ده تعريفه. عندكم تعريف تاني ليه؟ انا مبسوطه جدا ان التعريف ده موجود عندكم دايما، لان ده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما مكمل في الصداره، وانتم بتتاخروا لانكم بتعلقوا فشلكم على شماعات كتير. وبالنسبه لضربه الجزاء اللي عليها لغط بالنسبه لفخر الدين بن يوسف، واضحه وضوح الشمس ان فخر الدين بن يوسف عامل مخالفه مع يحيى عطيه الله من قبلها، احتكاك فاول مليون في المية قبل اصلا احتكاكه بالشناوي. فاصلا اللعبه ما فيهاش اي لغط، ما فيهاش اي ضربه جزاء. ولكن طبعا هو الاهلي كسب 2 واحنا متعادلين، واحنا خلاص ده الاهلي هيفضل له ماتش، وممكن لو كسبه خلاص يبقى هو اللي متصدر جدول الترتيب بفارق عن نادي الزمالك. فازاي؟ لا لازم نتكلم. ولكن النادي الاهلي ما بيشغلوش كل ده، وهنتكلم طبعا عن لقطه اللعيبه مع الجماهير في نهايه المباراه. ولكن نتكلم عن المباراه. نيجي بقى للكوره. ايه بقى ده؟ بالنسبه للشوط الاول بالتحديد هو ايه يا جماعه؟ بجد انا بحس ان احنا مجانين. ماتش باتشوكا مش لاقيين ولا جون، عايزين جون مش عارفين. نيجي بعدها شباب بلوزداد 6 جوان. تيجوا النهارده في ايه اللي بيتقدم؟ في ايه بجد؟ طبعا الشوط الثاني الاداء اختلف بالنسبه للنادي الاهلي، تحسن نوعا ما. ولكن احنا الشوط الاول احنا محظوظين ان يحيى عطيه الله قدر ان هو يسدد الركله الحره المباشره بشكل رائع، وان هو قدر يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. لان المباراه في الشوط الاول كانت ممكن تطلع كمان لصالح المصري. طلعت 1-0 للنادي الاهلي في الشوط الاول بتوفيق كبير جدا من ربنا وغصبا عن الشناوي. انا ما اعرفش ايه الشناوي اللي كان بيحصل النهارده بالتحديد في الشوط الاول. يعني عارف اللي هو الشناوي از نوت شناوي بجد. الفتره الاخيره الشناوي عليه ضغوط، والله مش بهزر ومش بضحك عشان حاجه، بس يعني تحس النهارده اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه، اللي هو يعني تحس في لقطات غريبه ناجي تطلع من حارس دولي زي محمد الشناوي. انا بشوف ان الشناوي محتاج يريح فتره ليه هو بدنيا ذهنيا بسبب الاحداث الاخيره مع الجمهور اللي انا هتكلم عليها اخر الحلقه. ولكن بالنسبه لي الشناوي المفروض يريح شويه، وتلعبوا مصطفى شوبير اللي في التوب فورم بتاعه، وان هو مقدم كويس وان هو بيدخل في المود وحارس صغير. لازم ندخل مصطفى شوبير في وسط الجيم مع النادي الاهلي في الدوري او في دوري ابطال افريقيا على الناحيتين. ولكن الشوط الاول المصري كان بيضغط بشكل كويس جدا، كان هيغلطوا الشناوي في لعبه منهم، كانوا بيضغطوا بشكل كويس جدا. النادي الاهلي ما كانش بيضغط. وبيرسي تاو، انا بيرسي تاو عمر كمال النهارده يعني انا جاب فيه الجبهه دي انا مش عارفه كان فيها ايه. وبيرسي تاو لا دفاع ولا هجوم. طب وريني حاجه. يعني حسين شحات ممكن مثلا اوقات تحس ان هو هجوم مش مركز قوي بس بيرجع يدافع شويه. وسام ابو علي بعد ما سدد ركله حره مباشره كانت قبل بتاعه يحيى عطيه الله وجات تصدى لها، بعد ما لعب الضربه دي رجع في ثانيه الاهلي اتعمل عليها هجمه مرتده اللي شالها وسام ابو علي. رجع بيدافع وبيهاجم ما شاء الله على وسام ابو علي الفتره الاخيره معانا. فانا يعني مستنيه بيرسي تاو. طب اعمل حاجه يا بيرسي، انت في الملعب مش هتقعد ايامك كتير اللي جايه، مش في الاهلي مفيش ايام كتير هتمشي قريب. ركز في الملعب، حاول تعمل اي حاجه. مفيش. عمر كمال النهارده مش مركز، بيعدوا منه بكل سهوله. خالد عبد الفتاح نزل مكان عمر كمال الشوط الثاني. تيجي في كوره عمال بيتخانق مع الحكم ان هي المفروض اوت وخلاص الهجمه رايحه علينا. حتى الشناوي زعق له بعدها. ايه ده اصلا؟ ودي مش عقليات لعيبه بتلعب في النادي الاهلي. لكن اشرف داري النهارده ظهر باداء كويس جدا. يحيى عطيه الله كان ظهر باداء كويس جدا. ولكن رجل النادي الاهلي الفتره الاخيره رغم انخفاض مستوى النادي الاهلي والنتائج، ولكن كان هو حاضر في مباريات كثيره جدا. مروان عطيه اللي حصل على مان اوف ذا ماتش النهارده ويستحقها وعن جداره، ومش على المباراه دي بس. مروان عطيه الفتره الاخيره شايل نص ملعب النادي الاهلي. بعد الشوط الثاني كولر حس ان نص ملعب النادي الاهلي مش مظبوط، فنزل قفشه ونزل اكرم توفيق. قفشه النهارده طبعا راح بانفراد، كان 4-1 الانفراد ده. يعني بص الدنيا وصلت لايه، ان قفشه رايح
يعني هم 4-1 وصلاح محسن اللي بيقطعها منه. يعني الدنيا وصلتنا لحاله غريبه اقسم بالله، ولكن برضه بيهدروا انفراد هو وامام، كان انفراد واضح وصريح الاثنين بيهدروه، لكن بيجي بقى الانفراد الاخير. طبعا انا جيت في الانفراد الاخير خلاص كنت فقدت الشغف، يعني مش مستنياهم يجيبوه، لكن لا، امام بيعمل اسيست رائع لمحمد مجدي قفشه، وفي يعني تعاونيه كبيره جدا من امام عاشور وقفشه، شكروا على الانستجرام طبعا، يعني قالوا شكرا، وبرده امام بدلوا نفس المشاعر على الانستجرام، مشاعر كويسه جدا ما بين امام عاشور ما بين قفشه، لان كانت بتطلع دايما اقاويل ده امام ده ما بيحبش كذا مش بيحب كذا. ولكن بقى امام عاشور بعدين ان امام كان في فتره اللي قبل مثلا ماتشين ما كانش مركز بشكل كبير جدا وما كانش في مستواه، ولكن امام بدا يركز بشكل كبير في الملعب. لكن امام اخر 3 ماتشات بيقدم اداء كويس جدا مع النادي الاهلي، وللعلم ارقام امام عاشور مع النادي الاهلي النهارده مساهماته التهديفيه بتعادل مساهماته التهديفيه اللي حققها مع نادي الزمالك، وهو لاعب مع الزمالك يمكن ضعف المباريات اللي هو لعبها لغايه دلوقتي مع النادي الاهلي. ولكن طبعا امام عاشور ما جابش مستواه هو مع الزمالك، الكلام اللي بيتردد دايما. انا بقول امام دايما عنده اكتر، ولكن امام عاشور مش واقع مع النادي الاهلي. امام عاشور اوقات بيفقد تركيزه داخل الملعب وبيركز في حاجات خارج الملعب، ولكن الفتره دي امام كويس جدا اخر 3 مباريات بالنسبه لي. والغريب بالنسبه لي ان الاعلام حاطط سبوت على امام عاشور. امام عاشور يلعب مباراه كويسه، انت ازاي تقلع التيشيرت بعد ما جبت الجون قدام شباب بلوزداد؟ النهارده كابتن احمد حسن في الاستوديو التحليلي بيقول لك امام عاشور النهارده ما كانش كويس. يا كابتن احمد، انت كنت بتتفرج على المباراه فين؟ مش نفس المباراه اللي كنا كلنا بنتفرج عليها؟ امام النهارده لا، امام النهارده كان مركز، النهارده اداؤه كان كويس بالنسبه، يعني من افضل اللعيبه اللي كانت في المباراه، كان مقدم اداء كويس، مش الاداء خالص اللي حضرتك بتتكلم عليه في الاستوديو التحليلي. لا، ما فيش حاجه اسمها انتقاد دائم. اللاعب مستواه يقل او نبقى حاسين ان هو مركز خارج الملعب نوجهه وننتقده في النقطه دي، ولكن لما يجي يستعيد اداؤه في الملعب من جديد وتركيزه لا، لازم نشيد بيه ونقول له ان انت تستمر على المنوال ده يا امام. مش عايزين بقى خلاص لعبت مثلا ماتشين 3 كويسين تيجي تبتدي تخرج بره المود تاني، لا، عايزينك تفضل مركز في الملعب، لان تركيزك في الملعب هيفيدك تهديفيا وكمساهمات حتى باسيستات، وهيفيد النادي الاهلي بالبطولات اللي هي برده بتعود عليك في الاخر ان انت بتحقق انجازات وبطولات مع النادي الاهلي. طبعا بعد انتهاء المباراه طبعا النادي الاهلي خلاص سجل هدفين وانتهت المباراه بهدفين مقابل لا شيء للنادي الاهلي. الشناوي جمع اللاعبين وراحوا وحيوا الجمهور في برج العرب في اسكندريه، وكويس جدا بقى عشان عايزين نقفل على العبث اللي حصل الفتره الاخيره دي. المشكله ان العبث ده كان متحكم فيه وتسبب فيه ناس المفروض ان هم كبار من الفرقه، بدايه من باتشوكا وكابتن الفرقه اللي بيعمل لقطه غريبه جدا، مش بيمتص غضب الجماهير اللي ما كانوش بيسيئوا ليه مثلا بالفاظ او حاجه، فانت تحس مثلا ان هو كان عنده حق، لا، بينتقدوا بيطلعوا الغضب اللي جواهم، بينتقدوا انتقاد طبيعي جدا. تيجي ماتش شباب بلوزداد يجي بقى خلاص الشناوي عارف ان هو ما يعاديش الجمهور فبيجمع اللعيبه عشان يروحوا يحيوا الجمهور، تلاقي كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي هو اللي بيقول لا. وكهربا يعني وسط البجاحه، يعني احنا اصلا اللي مستحملينك، انت موجود في الاهلي مجامله يا كهربا، احنا اللي مستحملينك، كنت كمان اللي مقموص من الجماهير. ده انت غريب جدا. طبعا كولر النهارده طلعه بره السكور، لان انت كان لازم تطلع النهارده بره السكور، ما كانش ينفع تواجه الجماهير تاني في الملعب بعد اللي انت عملته المباراه اللي فاتت دي. فاكر ان ليك راي وان هو لا وان انت مقموص؟ انت مقموص من ايه؟ انت ضيعت انجاز على النادي. انتوا الجيل ده كل اللي حققتوه اللي قبلكم حققوه، انتوا حققتوش اي حاجه جديده للنادي الاهلي، ده كان انجاز هيتوج باسمكم انتوا، ان الجيل الذهبي ما عملوش، مفيش اي جيل قبلكم عمله. ده كان هيبقى ان انتوا دي حاجه مميزه، ان لما نقول الجيل ده نقول ده حققوا انجاز للاهلي ما اتحققش قبل كده. لكن دوري ابطال افريقيا، برونزيه، كاس عالم، كل اللي انتوا بتعملوه ده حققناه قبل كده، فانت مضيع انجاز كبير جدا على النادي، فاتكسف احسن بدل اللي انت بتعمله ده، لان خلاص انت برده قريب ايامك معدوده في النادي الاهلي، فالمفروض تتكسف اصلا على ادائك اللي انت بقيت تاديه. يمكن بقالك سنه ما بتقدمش حتى بربع جنيه كوره، رغم ان انت مش لاعب كبير في السن للدرجه دي، انت على ما اتذكر انت 30 سنه، فانت اصلا ما بتعملش شغلك كويس، فالاحسن ان انت تسكت. ولكن الحمد لله ان اللقطه دي خلاص حصلت النهارده، الموضوع يهدى ما بين الجمهور واللعيبه عشان نبتدي نركز الفتره الجايه، لانها مهمه جدا وفي مباريات مهمه جدا للنادي الاهلي، سواء على مستوى الدوري ابطال افريقيا او على مستوى الدوري النادي الاهلي بينافس فيه بشكل كبير جدا. دي كانت حلقتنا النهارده. طبعا في نهايه حلقتنا ما تنسوش اخواتنا في فلسطين من دعائكم، ربنا ينصرهم يا رب على جميع اعدائهم وينصر من نصرهم ويخذل من خذلهم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.